يا ترى ايه اللي هيحصل للأرض لو بطلت تلف؟ تخيل كده تصحى من النوم وفتحت الشباك ولقيت الشمس في نفس المكان اللي كانت فيه من 10 ساعات، لا بتتحرك ولا بتغيب، والدنيا بقت سكوت غريب. الإضاءة هي ولا ليل دخل ولا نهار طلع، كأن الزمن اتحبس. ده بالظبط اللي هيحصل لو الأرض اللي احنا عايشين عليها بطلت تلف حوالين نفسها. الموضوع مش بسيط، ده حرفيا هيكون نهاية العالم بالمعنى الحرفي، وهنبدأ سلسلة كوارث ملهاش أول من آخر. الكرة الأرضية بتلف حوالين نفسها بسرعة مهولة، حوالي 1670 كيلومتر في الساعة، وده عند خط الاستواء، وهي السبب في تعاقب الليل والنهار. لو الأرض وقفت فجأة عن الدوران، الأجسام اللي على سطحها بما فيها البشر والمباني والجبال هتكمل الحركة اللي كانت ماشية فيها بنفس السرعة. زي كده بالظبط لما تركب عربية وتفرمل فجأة وانت مش رابط الحزام. النتيجة، الناس هتطير في الهواء، المباني هتنهار، والمحيطات هتخرج من مكانها وتغرق اليابسة، والرياح هتكون مدمرة لدرجة إنها هتشيل مدن كاملة. ده غير إن نص الكرة الأرضية هتعيش في شمس مستمر، والنص التاني في ليل أبدي. فتخيل بقى اما تقعد في مكان الشمس فيه طالعة طول الوقت، الحرارة هتزيد بشكل مرعب، والتربة هتنشف والمحاصيل هتموت، وهيبقى فيه موجات حر مميتة. والنص التاني هيتجمد من البرد، الجليد هيغطي كل حاجة، والمية هتتجمد، والحياة فيها هتنتهي تماما. يعني الكوكب نصه هيبقى جحيم والنص التاني تلاجة. وكأن كل ده مش كفاية، كمان الغلاف الجوي هيتلخبط. دوران الأرض بيساعد في توزيع الغلاف الجوي وحمايته من الأشعة الكونية. لو وقف دوران الأرض، الحماية هتقل، والأشعة الخطيرة هتبدأ تدخل الكوكب بشكل مباشر، وهتزود نسبة الإصابة بالسرطانات، وتسبب خلل في الأجهزة الإلكترونية. وكمان البوصلة مش هتشتغل زي ما تعودنا، لأن المجال المغناطيسي هيتأثر. يعني ببساطة الكوكب اللي بنعيش عليه مرسوم بدقة خرافية، وكل حاجة فيه ماشية بحساب. دوران الأرض مش رفاهية، ده نظام حياة، أي خلل بسيط فيه ممكن ينهي الحياة كلها. وده يخلينا ننبهر أكتر بعظمة الكون ودقة الخالق، ونفهم قد إيه إحنا عايشين في معجزة كل لحظة وإحنا مش واخدين بالنا.